عالم المخدرات فيه مواد بتدمر الجسم والدماغ والنفسية بشكل غير طبيعي وبتصنع كوابيس حقيقية. النهاردة جايين نتكلم عن واحد من أخطر وأبشع المخدرات اللي انتشرت زي النار في الهشيم في السنين الأخيرة، الميثامفيتامين أو زي ما بيسموه في الشارع الشابو أو الكريستال ميس. جايين نفهم إيه هو المخدر ده وإزاي بيدمر الدماغ والجسم وليه خطورته لا يمكن وصفها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة لما بنتكلم عن المسام فيتامين بنكون بنتكلم عن كارثة بكل المقاييس. ده مش مجرد مخدر بيتعاطاه الشخص وبيفصل عن الواقع وخلاص، لأ، ده سم كيميائي بيعيد برمجة الدماغ وبيحول الإنسان لكائن تاني تماما، كائن عدواني، كائن مدمر لنفسه وكمان للي حواليه، وبيخليه يعيش في جحيم على الأرض. ايه هو الميثامين فيتامين او الشابو او الكريستال ميس؟ الميزامين فيتامين ده هو مشتق من الام فيتامين واقوى بكتير واكتر تدمير. وبالمناسبة عملنا فيديو عن مخدر الام فيتامين، هسيبهولكم في الوصف بتاع الفيديو ده. الميثا فيتامين ده منشط وتأثيره شديد جدا على الجهاز العصبي المركزي. بيتم تصنيعه بشكل غير قانوني في معامل سرية، وغالبا بتكون المكونات اللي بتدخل فيه خطيرة جدا ومش آمنة بالمرة، زي منظفات المجاري أو سوائل الفرامل أو مواد كيميائية صناعية. وده بيزود سميته بشكل مرعب جدا. بيجي على أشكال كتيرة جدا وأشهرها الكريستال ميس. ده بيكون على شكل بلورات بيضة أو شفافة شبه قطع التلج أو الإزاز المكسور، وعلشان كده بيسموه الكريستال. بيتم تعاطيه عن طريق التدخين أو الاستنشاق أو حتى الحقن، وكمان بيجي في صورة البودر اللي بيتم كمان استنشاقه، وكمان بيجي في صورة حبوب. لكن الكريستال ده الأكثر انتشار والأشد بقى فتكا، يعني هو الأقوى فيهم. ازاي بيتدمر الميثامفيتامين الدماغ والجسم؟ الميثامفيتامين بيشتغل عن طريق تغريق بقى الدماغ بكميات هائلة من الدوبامين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن المتعة والمكافأة والحركة والدافع. الكميات دي بتكون أعلى بكتير من اللي بتنتجها الدماغ بشكل طبيعي، وده بيعمل تأثيرات لحظية رهيبة، لكن تدميره على المدى الطويل كالآتي. أول حاجة الإدمان الفوري والتأثير العصبي. إدمان أسرع من البرق. مجرد جرعة أو جرعتين ممكن تخلي الشخص يدمن عليه بشكل بقى غير معقول وشكل محدش يصدقه. الدماغ بتتعود على كمية هائلة من الدوبامين، ولما بيروح تأثير المخدر ده بيحصل انهيار عصبي ونفسي شديد جدا، بيدفع المتعاطي انه ياخد جرعة تانية فورا على الحال يعني. تلف خلايا المخ. الميثامفيتامين ده يا جماعة اسمه صعب بصراحة، مش عارفة انطقه. الميثامفيتامين ده بيدمر خلايا الدماغ العصبية المسؤولة عن إنتاج الدوبامين، وده بيخلي المتعاطي يعاني من نقص حاد في الدوبامين بشكل دائم حتى لو بطل المخدر ده، وده بيسبب مشاكل نفسية وعصبية مستمرة. تاني حاجة الآثار النفسية والعقلية الكارثية بقى، الذهان الشديد. دي من أبشع الآثار للمتعاطي. بيعيش في حالة من الذهان تشبه الفصام، بيكون فيها هلاوس سمعية وهلاوس بصرية، بيشوف ويسمع حاجات مش موجودة معانا، وضلالات أوهام إن الناس بتطارده وبتخطط له بقى بالموت أو الفشل، وناس عايزة تأذيه. البارونيا والعدوانية، إحساس شديد بالاضطهاد والشك بقى في كل اللي حواليه، وده بيخليه إنسان عدواني جدا وممكن يقوم بأعمال عنف ضد نفسه أو ضد الآخرين. الهوس والاكتئاب، تقلبات بقى مزاجية حادة بين فترات هوس وطاقة مبالغ فيها وفترات اكتئاب وانتحار بقى عميقة جدا. ممكن توصل بقى التفكير في الموت والانتحار وفي الدمار بقى وأفكار غريبة يعني. مشاكل بقى في الذاكرة والتركيز. بسبب تلف خلايا المخ المتعاطي بيفقد قدرته على التركيز والتفكير المنطقي، وبيتصاب بمشاكل حادة في الذاكرة. الآثار بقى الجسدية المروعة، شكل مدمن المس ده. الميثامفيتامين ده بيغير شكل المتعاطي تماما، بيفقد وزنه بشكل مرعب، جلده بيتحول للون شاحب وميت، وبتظهر عليه جروح نتيجة الحكة الشديدة من الهلاوس اللي بيحس فيها إنه حشرات بقى بتمشي على جسمه. أسنان المس،
أسنان المتعاطي بتتساقط وتسوس بشكل سريع جدا بسبب جفاف الفم بقى وسوء التغذية وقوة المادة الكيميائية المدمرة. مشاكل في القلب وفي الكلى، بيسبب ارتفاع خطير جدا في ضغط الدم، ضربات قلب سريعة وغير منتظمة، وده اللي بيؤدي لسكتات قلبية أو لا قدر الله فشل كلوي. تلف الأعضاء الداخلية، الكبد والكلى والجهاز التنفسي كلها بتتأثر بشكل مدمر وبشكل مرعب. وفي النهاية تعالى أقولك، المسامي فيتامين ده مش مجرد مخدر، ده وباء كيميائي بيدمر الدماغ والجسم والحياة كمان. خطورته مش بس في الإدمان، لأ، في قدرته على تحويل الإنسان لكابوس على نفسه وعلى أهله وعلى المجتمع. الوعي بمخاطر مخدر الشارع أو الشابو دي أول خطوة للحماية. لازم نحمي نفسنا وشبابنا وبناتنا من السم ده، من السم الفتاك، ونعرف إن السعادة الحقيقية مش بتيجي من وهم مؤقت بيدمرك، لكن بتيجي من حياة صحية وعلاقات قوية وإنجازات حقيقية بتتبني بمجهودك أنت. مش مخدر بيعمل سعادة لحظية وبعدين يدمر كل اللي عندك وصحتك ويدمر جسمك وكل اللي حواليك. يا ريت تشاركونا رأيكم في التعليقات. ايه اكتر حاجة صدمتك في خطورة الميثامي فيتامين، وازاي ممكن تساعد اي شخص تعرفه بيتعاطى المخدر ده، او نمنع الشباب من الوقوع في فخه. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وشير الفيديو ده مع كل اللي تعرفوهم علشان نوصل الفكرة دي وقصة المسام فيتامين دي لأكبر عدد من الناس. وما تنسوش تشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت. أتمنى من الله عز وجل إن هي تفيدكم، ونشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.